السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. ديكريتو فلوسي ديال ايطاليا. شنو هو الديكريتو فلوسي؟ علاش ايطاليا؟ شنو هما التحديثات اللي داروا في الديكريتو فلوسي في هذا العام؟ واش كاين شي جديد؟ واش كان شي حاجه قديمه وما بقاتش؟ واش كانت شي حاجه جديده؟ شنو هما الاوقات وكيفاش كدار لا بروسيدور؟ يعني شنو هما الاجراءات اللي كيداروا؟ غادي نهضروا في هذا الفيديو على كل شيء. غادي نهضروا على حوايج اللي هما مهمين. انا ديما كنشوف فيديوهات كيهضروا على الديكريتو فلوسي، ولكن في الصراحه ما كنتش كنفهم لي ديتاي. كما كتعرفوني انا باش كنجيب شي حاجه كنبقاش نهضر على لي ديتاي ديال لي ديتاي، وغادي نقول لكم المعلومات اللي هي مهمه بزاف. داكشي علاش الا عجبكم الفيديو ديالي، الا كنتي كتعرف شي واحد غادي يهمو الفيديو، بارطاجيه معاه، دير جيم، خليو لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير، راه غادي نقراهم كاملين وغادي نجاوبكم كاملين. السلام عليكم. كما كتعرفوا ان ايطاليا مقارنه بزاف ديال الدول الاوروبيه هي وجهه اللي تيختاروها بزاف ديال المغاربه، على ود ان ايطاليا من خلال الناس باش كيرجعوا للمغرب وشنو تيعاودوا لينا، كتعطي فرصه للمهاجر، فرصه ماشي بحال الدول الاوروبيه الاخرين. والمهاجر ماشي بالضروره يكون عنده واحد المستوى ثقافي ولا علمي. كاين بزاف ديال الناس اللي مشاو من المغرب لايطاليا وكانت عندهم قصص نجاح، كانت عندهم بزاف ديال النجاحات في ايطاليا. وايطاليا بحال اللي نقدروا نقولوا انها كتعطي فرص للمهاجر، كتعطي بزاف ديال فرص اللي هما متساويه مع بزاف ديال الناس اللي مثلا نقدروا نقولوا انهم عندهم مستويات مختلفه ديال التعليم. ايطاليا ما كديرش هاد المفارقات وكتعطي الفرص لجميع المهاجرين. داكشي علاش كانت ديما كتعتبر وجهه مهمه. بزاف ديال المغاربه كيمشيو ليها باش حتى هما يطونطيو لا شونس ديالهم، باش حتى هما يشوفوا اشنو يقدروا يديروا. داكشي علاش من ديما كانت ايطاليا كتستعمل واحد القانون ديال عقود العمل سميتو ديكريتو فلوسي. هذا القانون هذا هو واحد القانون تينظم الدخول ديال المهاجرين. بزاف ديال الناس كتبقى تسمع في المغرب كونطرات، شريت كونطرا من هنا بشحال ديال الكونطرات، نمشيو للطاليان، كونطرات الفلاحه، كونطرا ديال هادي. ولكن الناس ما تيكونوش عارفين شنو هذا الشيء، شنو هو هذا القانون، علاش كيهضر. في هذا الفيديو غادي نحاول انني نهضر بواحد الطريقه اللي غادي نلخص، ولكن غادي نحاول نعطيكم جميع الافكار المهمه. غادي نطرحوا الاسئله كما قلت لكم، وقتاش، شنو هو الديكريتو فلوسي، كيفاش كيخدم، شنو هو الاوراق، شنو هو بزاف العيبات اللي غادي نحاولوا اننا نقولوهم. غادي نحاولوا نتعمقوا فيهم شويه وغادي نجاوبوا على بزاف ديال الاسئله. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الهجره القانونيه لايطاليا. كاينين تعديلات جداد اللي داروا في الديكريتو فلوسي، اللي هو القانون اللي كينظم دخول المهاجرين القانونيين. غادي نبسطوا الموضوع باش كل شيء يفهم. كما تعرف كل شيء، ايطاليا هي الدوله اللي هي عامره بالمهاجرين، وكاين عندهم احتياجات ديال الخدمه وباغيين يجيبوا الناس من برا يتعاملوا بالقانون ديال الديكريتو فلوسي. الحكومه صادقات على تعديلات جديده باش تسهل على الناس وتقلل المشاكل ديال الفلوس ولا الوصول ولا بزاف ديال المشاكل اللي كانت عندهم شحال هذه. غادي نحاول نشرح لكم كيفاش القانون كيخدم وشنو الجديد اللي جا. اول حاجه، شنو هو الديكريتو فلوسي؟ الديكريتو فلوسي هو القانون اللي كينظم عدد المهاجرين اللي كيقدروا يدخلوا لايطاليا بطريقه قانونيه باش يخدموا. يعني ما يمكنش تجي كطالب سياحه، يعني تجيب فيزا توريست وتقلب على خدمه من بعد ما كتوصل لها لايطاليا. خاصك ضروري تقلب وتكون عندك الخدمه من البلاد ديالك قبل ما تسافر، سواء كنتي طبيب، استاذ جامعي، ولا خدام بسيط بحال النظافه ولا الفلاحه. هذا القانون معمول به من 2002، كان كيعطي فرص للناس بغات تخدم ولكن بطريقه محدوده بزاف. كل عام الحكومه كتحدد عدد محدد ديال المهاجرين اللي يقدروا يدخلوا، والشركات ولا العائلات اللي بغات هاد المهاجرين يجيو كيديروا واحد الطلب للناس المسؤوله باش يختاروا شكون هاد الناس اللي غادي يجيو. شنو هما المشاكل اللي كانوا في النظام القديم ديال الديكريتو فلوسي؟ واحد المشكل كبير هو ان عدد الطلبات اللي كيديروا الناس باش يخدموا بزاف اكثر من الفيزات المتاحه. مثلا في 2023 كان مسموح بدخول 82705 ديال العمال والمهاجرين، ولكن في النهار الاول جاو اكثر من 238 الف طلب. يعني السيستم ما غاديش يستجيب هذه الاحتياجات كامله ديال السوق والاحتياجات والمهاجرين. وكاين مشكل واحد اخر اللي هو الاجراءات بزاف معقده وبيروقراطيه والاوراق وبزاف ديال الحاجات خاصك ديرهم. كاين ثلاثه المراحل اللي هما معروفين. خاص المشغل يطلب الموافقه ديال لا بريفكتور، يعني اول مرحله هي ان خاص المشغل يطلب الموافقه ديال العماله هنا في ايطاليا، ومن بعد خاص المهاجر يطلب الفيزا من السفاره، ومن بعد خاص يوقع العقد
عقد في ايطاليا ويطلب رخصه الاقامه اللي كتسمى البيرميسو دي سوجورنو، هي رخصه الاقامه. هذا الشيء كيطلب الوقت طويل ويمكن حتى الخدمه اللي كانت عندك تضيع. علاش؟ بقوت من انك كتكون كتسنى بزاف، ديك الخدمه اللي كتكون كانت عندك صافي تقدر تكون كامله ضاعت. شنو هما التعديلات الجداد ديال الديكريتو فلوسي في هذه السنه هذه اللي هي 2025؟ طول العام ماشي غير مره واحده. الكليك داي، الحكومه دارت واحد التعديلات جديده على هذا الكليك داي باش تحسن من هذا النظام. من بين التعديلات غادي تكون الكليك كاين في العام كامل ماشي غير مره واحده بحال شحال هذيك الناس يبقاو يتسناو. غادي يجي واحد النهار اللي خص كلشي يكون مستعد باش انك يدير داك الكليك داي في السيستم. هذه الحكومه هذه 2025 غادي تبدل السيستم وما غاديش تبقى تخليك انك تسنى العام كامل. وهكا السيستم المعلوماتي ما غاديش يتحمل الضغط كامل في نهار واحد. زادوا حتى وبسطوا الاجراءات الالكترونيه، يعني يمكن تقدم الطلبات قبل الكليك داي، دير واحد الحاجه سميتها لا بري كومبيلاسيون يعني الطلب القبلي. والسيستم غادي توصل مع الداتا ديال الوزارات المختلفه باش يتاكد من المعلومات بطريقه تلقائيه. حتى توقيع العقد اللي غادي يكون الكتروني ما غاديش يبقى لازم تسافر للمكتب ديال الهجره. والحكومه زادت واحد الخدمات خارج القانون ديال فلوسي للناس اللي خدامين في الميدان ديال الرعايه اللي معروف بهنا البادانتي. شنو هي البادانتي؟ هما دوك الناس اللي تيكونوا كيديروا الرعايه ديال الناس المسنين. هذا العام هذا ولا ممكن انك تجي لايطاليا بكونطرا ديال البادانتي. غادي يحلوا تقريبا 10000 كونطرا، 10000 فرصه عمل هاد الناس هادو باش يهتموا بكبار السن والناس اللي هما معاقين عندهم يعني واحد لي بروبليم سبيسيال، واحد المشاكل اللي هما سبيسيال. شنو هما التعديلات اللي داروا الناس اللي عندهم عمل موسمي؟ من بين التعديلات اللي دارت الحكومه هو السماح للعاملين الموسميين انهم يلقاو خدمه جديده. يعني ما بقاش لازم يرجعوا لبلادهم باش يجيبوا عقد جديد ولا كونطرا جديده. تقدر تلقى خدمه جديده في ايطاليا لمده 60 يوم من بعد النهايه ديال العقد ديالك. سير الكونطرا ديالك عندك 60 يوم باش انك تقلب على خدمه واحده اخرى وتقدر انك دير لا جورنامنتو ديال البيرميسي دي سوجورنو ديالك بداك الكونطرا الجديده. يعني انك يمكن تبدل رخصه الاقامه من توقيت ديال داك الكونطرا اللي هو تيكون كونطرا موسميه، يعني كتكون كتخدم غير 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور وكتكون حتى داك الاقامه ديالك البيرميسو دي سوجورنو ترخيص الاقامه ديالك كيكون على حساب المده ديال الكونطرا الخدمه ديالك. تقدر انك تبدلو تردو لا محدود الا لقيتي مثلا شي كونطرا كيتسمى كونتراتو ا تيمبو انديترميناتو، يعني رخصه عمل بدون نهايه. ما عرفتش نقول الترجمه بدون نهايه، يعني تكون محلوله تكون ديما كاينه. شنو اللي بقى دابا خاص يتبدل واللي ممكن هاد الشهور الجايين يقدر يتبدل في هذا القانون ديال الديكريتو فلوسي؟ دابا واخا كاينين التعديلات كاملين، كاين بزاف اللي كيطلبوا تعديلات كبر. مثلا خاص يسمح للناس اللي دارت ليهم في بلادهم شي فورماسيون ولا تيكونوا ديجا عندهم واحد الحرفه وخدموا بشي خدمه مباشره في بلادهم، يعني ديجا عارفين بزاف اللعيبات، تعطاهم فيزا ويدخلوا لايطاليا بواحد الطريقه اللي هي تكون اسهل. هذا واحد الحل اللي يمكن يكون مفيد للناس اللي بغات تقلب على خدمه وتاخذ فيزا، خاصه بهذا الشيء اللي تكون عندهم ضمانات بحال التذكيره ديال الالي والروتور. بحال اللي غادي يقولوا لهم شوف انت شري الالي وشري الروتور ويقدروا يطلبوا منك واحد الفلوس ديال الضمانه ديال مثلا باش تكون هنا في الطاليان باش انك تقلب على خدمه. علاش؟ حيت الا لاحظتوا ان كما قلت في البدايه ديال الفيديو ايطاليا هي واحد الدوله اللي هي كانت ديما كحل البيبان ديالها بزاف ديال خاصه مثلا اكزامبل حنا المغاربه باش اننا نجيو نخدموا في ايطاليا. ولكن المشكل هو ان ايطاليا ما كانتش كتفيلتري، ما كانتش كتقول مثلا هاد الكاليتي ديال هاد ليترونجي هذا هاد المغربي ولا غير كتجيب صافي انت عندك كونطرا وكتجيبك لهنا. هاد الشيء اللي كان تيحل بزاف ديال النصايب، بزاف اللعيبات اللي كانوا تيخلقوا لينا مشاكل، تيخلقوا مشاكل في ايطاليا. كتلقى شي واحد مثلا جيب كونطرا ديال مثلا حلاق وفي الحقيقه هو راه غير شرا كونطرا وما غاديش يخدم حلاق، تيجي لهنا وتيبقى يدبر على راسو. داكشي علاش الدول الاخرين بحال كندا فرنسا امريكا كانت كتفيلتري الكاليتي ديال داك المهاجر اللي غادي يجي. كتبغي مثلا كدير واحد السيستم ديال لي بوين ديال النقط، كتشوف واش ديجا كانت عنده فورماسيون، واش تيهضر باللغه، واش مزوج، واش يعرف داك الدومين، واش غادي يشكل فرق، واش غادي يدير بزاف اللعيبات. غير ايطاليا كانت مكونسونطري اكثر انها تجيب مهاجرين بكاليتي عاديه اللي ممكن يقدر يكون ما عندهم حتى شي حاجه، حيت كتخدموا في واحد الخدمات اللي الايطاليين ما تيبغيوش يخدموا. ولكن دابا بغات انها تفكر انها بهذا الديكريتو الجديد انها مثلا تخلي الناس اللي ديجا عندهم فورماسيون ديجا متمكنين عندهم شي حرفه في يديهم باش يجيو بطريقه اسهل وتمكنهم انهم تيجيو لهنا غير خصهم يشريو البيه ديال الي وروتور، تكون عندهم شي ضمان الفلوس ويبداو يقلبوا على الخدمه هنا في ايطاليا. ما تكونش صراحه سهله ولكن فكره زوينه، انا متفق مع الفكره ديال علاش حيت الكاليتي ديال المهاجر غادي تولي احسن. يعني حتى كيفاش الناس غادي يمثلوا المهاجرين اللي غادي يمثلوا المغرب في ايطاليا غادي تكون واحد الكاليتي احسن. وحتى الفرص ديال نصيب الناس اللي كيشريو كونطرات والناس اللي كيتم النصب عليهم اتقل، ما تبقاش. هادشي كامل اصلا تيحاولوا انهم يديروا لا جورنامنتو. شنو
كتعني لوجورنامنتو يعني يديروا تحديث لهذا القانون هذا باش يكون فليكسيبل، باش يكون يعني قانون ذكي اللي غادي ايفيتي، غادي يبعد على بزاف المشاكل اللي كاينين دابا اللي كانوا مثلا في 2023 و 2024. وباش غادي نسالي الفيديو غادي نقول ان الحكومه غادو كتبدل الفكر ديالها، غادو كتبدل المونطاليتي ديالها باش انها كتشوف المهاجر على انه كتهديد. بالعكس المهاجر انه الهجره ولات اصلا في العالم كامل، الهجره اصلا ولات متاحه في جميع البلدان، والمهاجر بالعكس كيمثل البلدان المتقدمه واحد الحل، واحد لا سوليوشن اللي كما قلت لكم بزاف ديال الناس اللي ساكنين في ديك البلاد ما كيبغيوش يديروا واحد الاعمال اللي كتكون اعمال شاقه، اعمال مثلا في الفلاحه ولا هكا بدانطي، يعني شخص اللي كيدير رعايه ديال الناس المسنين، في حين كتلقى بزاف المهاجرين حيت يكونوا بادين صفحه جديده كيمشيو باش انهم يبداو هاد اللعيبات هادو. هذه حاجه زوينه. وبالنسبه للناس المهاجرين الحاجه اللي ديما انا تنقول انا كننصحهم باش انهم يحاولوا يتعلموا اللغه، حيت بلا لغه غيلقاو ديما بزاف ديال المشاكل. هذا هو النصيحه اللي انا كنقول انها نصيحه ذهبيه. وباش غادي نسالي الفيديو كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، تنقول لكم شكرا اللي وصلتوا لهاد الدقيقه هذه، وخليوا لي كومونتير ديالكم، خليوا لي جيم الى عجبكم المحتوى والطريقه ديالي في الالقاء، ولا باجمال اش غادي نقول لكم الى عجبكم الفيديوهات ديالي. تابعوني في القناه ديالي، خاصنا نوصلوا ل 2000 متابع قبل ما تسالي سنه 2024. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. الى عجبكم هاد الفيديوهات ديال دكريتو فلوسي ونقول لكم ديما التحديثات اللي غادي يداروا، خليوهم لي في لي كومونتير، وغادي نقول لكم باي باي.